هل اللي اتكسر ممكن يتصلح؟ هو على حسب حدة وشدة الكسر. حتى في الحاجات المادية في حاجة لو اتكسرت مش جامد قوي هتتصلح، لكن لو كان الكسر كبير لا يمكن تصليحها. نفس الحاجة في العلاقات المعنوية. كتير بيبقى ناس مش شرط يكونوا زوج وزوجة، ممكن أصدقاء، لو حصل موقف جرح زيادة عن اللزوم زي ما بنقول إنه ضرب تحت الحزام، بيبقى تصليح الكسر ده صعب جدا. ومهم قوي كمان إيه مصدر الكسر. يا ترى السبب إنه في تصرف ده طبيعة الشخص اللي جرحني جامد، ولا هو إيه المصدر؟ لو كان الجرح ده عشان طبيعة من الصعب جدا تغييرها، هيبقى برضو صعب تصليح الكسر. لكن لو كان إنه بعد المواجهة ولفت النظر إنه في حاجات معينة ما تقدرش تتكرر، ونلاقي إنه من الشخص اللي قصادنا عنده استعداد يشتغل على نفسه ويغير العادة اللي بتسبب الجرح ده، هيبقى في أمل إنها تتصلح.